السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته احبائي في الله. اليوم ان شاء الله البنات غندير معكم واحد الوصفه زوينه ديال الثومه بالنسبه للبرد. اليوم نديرها لانني مريضه شويه. البنات بالنسبه لهاد الوصفه راه غزاله الناس اللي ضربهم البرد اللي عندهم الصدر عامر. المهم غنحتاجو الثومه العسل والزيت. الناس الطريقه راه ساهله. كانت عطاتها لي واحد السيده العام اللي فات درتها، كنت مريضه درتها وعجباتني، وهاد الايامات اللي جالسه اللي قالت لي مريضه كنقول لها انت شنو ديري منين انايا مرضت اليوم والبارح قلت عاد شدي نوض نصايبها ونصورها معاكم. المهم البنات ها انتم كما كتشوفوا هنا هي الثومه كنسلقها لان ما عنديش شي حاجه اللي صغيره باش نقدر نفور غير هذيك الكميه قليله. عندي غير برمه كبيره، يعني خصها هي تكون غير شي حاجه صغيره باش نفورها. انطونسيس البنات انا غنديرها في الماء، ولكن الماء غندير غير شويه د الماء كما كتشوفها. كنقشرها كامله، تنقشرها ونغسلها مزيان بالماء صافي، ندير فيها واحد شويه د الماء ونديرها تسلق. ايوا نتمنى البنات الوصفه ديال اليوم تعجبكم. ماشي شي حاجه اللي صعيبه وزوينه، يعني للناس اللي مرض بالصدر اللي ضربهم دابا البرد في هاد الوقيته ديال البرد، راه مزيانه لينا للدار. كتعرفوا الثومه فيها بزاف د المنافع، بحال راه انتيبيوتيك طبيعي. وتما البنات غنخدم بالعسل الحر. عندي العسل الحر، راه هذيك القرعه راه قديم عندي داك العسل الحر، يعني كنخدم به غير الدواء. الا كانوا فينا الحلاقه نديرو مع الحامض ولا يعني كنخليه غير الدواء، ما كنخدم به حتى حاجه. وعاد الزيت البلديه راه ديال البلاد ديال المغرب، جبتها معايا من المغرب. ايوا ان شاء الله غنصايبوا بهذه الوصفه، نتمنىها تعجبكم وتجربوها. اللي مريض يديرها، البنات اللي مريض ومخنوق اللي عنده الدراري صغار مرض جربوها وعطيوها لهم. راها يعني ما كتبقاش يعني في هذيك النسمه ديال الثومه. هنايا البنات كما كتشوفوا انايا سلقتها في داك الماء حتى نشفات فيه. راه عرفتي راه واحد الحبات لصقوا ليا في الكاع ديال الكاسرونه. ومني غنسالي غنديرها في هذه القرعه الدجاج البنات. راه هنايا غسلتها بالماء سخون ونشفتها. المهم البنات طريقه سهله. كتشدوا دابا الثومه غنحيدوها من الغشا ديالها، يعني غتخرج بطريقه سهله هذه مع تسلقات مزيان. المهم البنات كنحيدوها بهذه الطريقه صافي. ومني كنحيدوها كامله كنحاولوا نديروها بحال الكريمه مع بالفرشيطه، يعني كنمعسوها مزيان بالفرشيطه وكنردوها بحال الكريمه. Gözlerim yolda, kulağım sesler.
المهم البنات هنا كما كتشوفوا بعد ما صايبنا الثومه كامله قشرناها، يعني كنبقاو نمعسوها بالفرشيطه البنات حتى تتولي لنا كريميه، يعني ما تبقاش باينين الطروفه ديال الثومه. خصنا ضروري نسحقوها كامله باش هكا حتى اللي عندها الوليدات الصغار بغات تعطيهم ياكلوا منها يسرطوها، ما تبقاش لهم ديك الطريفات ديال الثومه في فمهم. المهم غنبقى نستمر في الدعس ديالها على هذه الطريقه حتى نحس بها صافي ولات رطبه، يعني ما بقاوش فيها الطروفه. البنات هنا بالنسبه للزيت البلديه، يعني كل واحد يدير الزيت على بالنسبه للكميه ديال الثومه، يعني ما يمكنش غنديروا كميه كبيره ديال الزيت، غنبقى نضيفوا الزيت بشويه بشويه حتى تنسجم لينا الثومه، تنسجم مع الزيت، يعني ما غتكونش الزيت كتر. دابا غنبقى نحرك فيهم بجوج نخلطهم حتى ينسجموا مع بعضياتهم. انا كما كتشوفوا البنات انا ضفت دابا العسل، العسل حتى هو بالكميه، يعني كل واحد وعينو ميزانو، 2 معلقات كبار ولا 3 المعلقات، ونحركوهم حتى هما حتى ينسجموا مع الثومه والزيت صافي. ومنين يعني ينسجم العناصر كامله تنسجم غادي نديروهم في ديك البواطه ديال الزاج، العلبه ديال الزاج. بالنسبه للاحتفاظ بها البنات دابا مع الحال بارد يمكن لكم تخليوها على برا، يعني الكوزينه راه كتكون بارده، واللي بغى يحتفظ بها في الثلاجه يبغي يحتفظ بها، غير هو منين بغى ياكلها راه خصو ضروري يجبد القدر اللي غادي الا غياخذ معلقه ولا لا غيعطي لشي حد، خصها ضروري يجبدها يخليها شويه حتى تكون بحراره المطبخ غياكلها، ماشي يجبدها من الثلاجه بارده وياكلها بارده. اللي غيحتفظ بها في الثلاجه، اما انا غنخليها غير على برا لان عندي الكوزينه بارده بزاف.